يعني خلاص يا شباب، شهر كمان وتخلصوا السنة. أصعب سنة ممكن تعيشها في حياتك، شهرين كمان أو أقل بالامتحانات وتبقى على الأسفلت حرفيا. شهرين كمان وتبقى طالب جامعي يا ابني انت وهو، وتكون بتختار كليتك وتبدأ بقى مشكلة هتكتب أنهي كلية الأول، وأي كلية أقرب لمحافظتك. تبدأ تشوف هتسكن ولا لأ، وكل الحوارات دي خلاص هانت رجالة وبتشطب. فخليك جدع وكملها صح عشان تطلع بإذن الله منها فرحان، وتعمل كل اللي قلنا عليه ده وانت حابب فعلا تعمله، مش مجبور عشان مفيش غيره. السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. طمنونا عليكم كده في الكومنتات، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وصلتوا ليه في المنهج؟ عملتوا ايه في المراجعة؟ الحاجات دي كلها الواحد حقيقي بيكون مبسوط لما يتكلم مع ناس منكم كده في الكومنتات، وناس فعلا بقينا اصحاب وخدنا على بعض جامد. فوالله الحمد لله اننا وصلنا للمرحلة دي. وانا بسيب لك لينك الفيس والانستا في الديسكريبشن، في اي حد منكم محتاج اي حاجة او محتاج على الاقل يتكلم معاه في اي حاجة من الشباب، يا ريت يبعت لي وان شاء الله هرد عليه في ساعتها. الفيديو ده يعتبر مهم جدا لان هكلمك عن شوية حاجات كده عملتها الفترة دي، او حاجات كنت اتمنى اني اعرفها علشان اعملها. فكمل معايا الفيديو للاخر لان كل كلمة في الفيديو ده مهمة جدا جدا فوق ما انت تتخيل. فيلا بسم الله. اول حاجة تعملها الفترة دي انك لازم تنام كويس جدا، لان بسمع ناس بتقول لي انها بتنام ساعتين وتلاتة وارقام غريبة كده. فيبدأ انت كده بتدمر نفسك وتضيع منك السنة وانت مش حاسس، لان نوم قليل معناه تركيزك قليل، مش قادر تعمل حاجة، نفسيا ضايع، مش قادر تركز ومش قادر تستوعب. فهنا بقى تبدأ الرسالة اللاوجودية اللي هو انا مش فاهم، انا مش عارف احفظ، انا مش عارف احل. طب ده كله ليه؟ نام كويس هتصحى رايق وفايق ومركز وتبدأ يومك صح. طب انا المفروض انام قد ايه يا دكتور؟ هقول لك الناس مش كلها زي بعضيها، والناس بتختلف جدا في الحتة دي، بس انا هقول لك اقل حاجة 6 ساعات. 4 دورات نوم كويسين جدا الفترة دي، وانت ممكن تقسمهم حتى على مرتين، يعني تنام 3 ساعات بعد كده تصحى تذاكر او تحل او تعمل اي حاجة، بعد كده في نص اليوم تنام كمان 3 ساعات. فانت مشي دنيتك على حسب يومك ماشي ازاي. والاحسن طبعا انك تنامهم بالليل وتخلي النهار كله للمذاكرة بحيث تعود مخك على الامتحان من دلوقتي. طب الحمد لله خلاص نمنا وصحينا، نظبط يومنا بقى. لازم تظبط يومك وتنظمه كويس جدا، وده هيكون عن طريق انك هتكتب كل حاجة انت محتاج تعملها. اي حاجة انت عاوز تعملها لازم تكتبها في ورقة او هات كشكول كده وخصصه للموضوع ده بس. وقبل ما تنام كده اكتب التودو ليست بتاعت بكرة، عاوز تعمل ايه بالظبط، يعني ناوي تصحى امتى، ناوي تذاكر ايه او ناوي تذاكر امتى، هتسمع شرح ايه وشرح لمين، وعندك دروس ايه وعندك دروس امتى، وهكذا بقى لحد هتنام امتى، بحيث تكون عارف انت وراك ايه بالظبط ومحدد شكل يومك وعارف هتعمل ايه. ومتنساش اي حاجة ويومك يكون منظم ومرتب. تالت حاجة لازم تدي كل مادة حقها، وما تجيش على مادة على حساب مادة تانية. يعني مثلا ما تجيش تقول الفرنساوي مادة صغيرة وانا هحلمه في ليالي الامتحان، فلازم تنسى الموضوع ده خالص. الفرنساوي مادة زيه زي اي مادة تانية، ودرجاته زي اي درجات اي مادة تانية. درجة الفيزياء هي درجة فرنساوي هي درجة الانجليزي، فحرام تضيع في المواد الصغيرة زي الفرنساوي مثلا درجات على الفاضي. بل بالعكس ده يعتبر مادة مضمونة وسهلة انك تلمها وسهل انك تضمن درجاتها بإذن الله. فلازم تهتم بكل المواد زي بعضها. رابع حاجة اوعى تزعل على درجاتك في الفترة دي، سواء درجات الدروس او الحل اللي بتحله. انت لسه بتجمع المنهج وبتتعود على الحل والاسئلة، وطبيعي جدا انك تغلط، بس لازم تتعلم من غلطاتك زي ما اتكلمنا كتير جدا في الفيديوهات اللي فاتت. هحسب لك لينك الفيديوهات اللي اتكلمنا عليها ازاي تستغل الغلطات اللي بتغلطها في الديسكريبشن، فبص عليه. خامس حاجة ما تخليش اي حاجة تمنعك او توقفك للوصول لحلمك. يعني ما تكونش بادئ بدري ومخلص المنهج والدنيا ماشية معاك تمام وكويس، وتيجي تقول مش قادر اكمل او انا خلاص تعبت. او انت مثلا بادئ متأخر فتقول انا بادئ متأخر وناس كتير بدأ بدري وناس كتير خلصت،
واكيد ربنا مش هيساوي اللي بادئ بدري باللي لسه بادئ متأخر. ايوه، طب ليه ما يساوكش بيهم؟ طيب وأن سعيه سوف يرى. فانت اديك بتسعى اهو، فكمل لاخر السنة واسعى واعمل اللي عليك، فكمل وان شاء الله هيوفقك. هو عاوز بس منك السعي، ما قالش ابدأ بدري او ابدأ متأخر. اسعى وكمل وراجع صح وحل كتير، لان اللي بينجح واللي بيوصل اللي بيفضل مستمر لاخر نفس، مش اللي بادئ بدري او حتى الاشطر. في ناس كتير بتكون شاطرة جدا بس للأسف ما بتقدرش تحقق اللي هي عاوزاه، بسبب انها بتيجي في الاخر والكيرف بتاعها بيقع في الوقت اللي المفروض يعلى فيه، ويبدأ انه يتراخى ويستسلم ويفقد الشغف. الفترة دي فعلا هي اللي بتحدد مين اللي يستاهل يوصل ومين لا، فكمل عشان تستاهل توصل لحلم. سادس حاجة، اوعى تقارن نفسك بحد. هتبدأ تسمع كلام كتير جدا الفترة دي من صحابك، ده انا حليت 10 كتب في الاحياء، ده انا حليت 15 في الفيزياء، 20 في الكيمياء، وكل الكلام ده. فانت بقى هتبدأ تحس انك مقصر وانك متأخر عن الناس دي. فحابب اقول لك ان معظم الناس دي بتكون بتهري اي كلام علشان بس تبان انها جامدة وشغالة وهم على الله. انت طالما بتحل وبتذاكر كويس وماشي في مراجعتك كويس وبتعمل كل اللي عليك، ما يهمكش بقى كل اللي بيتقال ولا عدد الكتب ولا عدد الأسئلة ولا الحل، المهم اللي يستفاد بالحل. سابع حاجة، ابعد عن أي حد متشائم أو أي حد محبط، سواء من صحابك أهلك أو أي حد تعرفه. في ناس كل دورها في الحياة كده إنها تحبطك، اللي هو أنت بتعمل إيه في حياتك؟ أنا بس مشغول إن أحبطك بس، معملش أي حاجة تانية. فلازم تبعد عن الناس دي وكمل طريقك. آخر حاجة هقولها لك الفيديو ده، إنك لازم تحسن علاقتك مع ربنا لو لحد دلوقتي لسه مش أحسن حاجة. إنك والله لو أنت أينشتاين ولو أنت مستواك واصل لفين أو حليت إيه، عمرك ما هتوصل لأي حاجة من غير توفيق ربنا. صلي كتير قوي وادعي كتير قوي إن ربنا يوفقك وتحقق كل اللي بتتمناه وتوصل بإذن الله لحلمك، وإن شاء الله صدقني هيستجاب. بس كده يا شباب، اي سؤال يجي على دماغك سيبه بس في كومنت وان شاء الله هرد عليك في وقتها. طبعا ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع صحابك وتشترك وتبص بصه كده على المصادر او الديسكريبشن.